بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. يا أخوان، احذروا الأكل من المطاعم، سواء الأكل في المطعم أو الطلب من المطعم. في مقال كتبته قديم جدا في عكاظ من عدة سنوات، كان عنوانه شفافية رائعة ولكن مقرفة. أشوف الأخوان جزاهم الله خير بدأوا بإعادة نشره عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي للتحذير من المطاعم. هذا المقال كتبته نتيجة تجربة وليس فقط رأي من عندي. يعني اشتغلت أنا فترة طويلة على وقت الشيخ عبد الله العلي النعيم يوم كان أمين مدينة الرياض كمراقب متعاون. ومن ضمن طبعا عمل المراقب كنت مركز على المطاعم. شفت أشياء الحقيقة يعني فعلا تخلي الواحد ما يمكن يأكل من المطعم. لكن طبعا تناولها المقال، مثل التهابات الأظافر للعاملين، التهابات معوية، أمراض معدية، أمراض قد يتلوث بها الطعام، حفظ الأطعمة في أماكن قذرة جدا، دورات مياه وخلافه، تواجد الحشرات، أشياء كثيرة الحقيقة يعني فعلا مقرفة. لكن لا بد أن نواجه الحقيقة. المشكلة وش اللي استجد؟ اللي استجد الآن هذيك المخالفات كانت إهمال نظافة، عامل مريض، إهمال عن طريق يعني نوع من الجشع، حفظ أطعمة قديمة منتهي تاريخها أو في أماكن غير جيدة. هذا اللي كان سائر من أول. الآن وش الجديد اللي استجد؟ اللي استجد صار فيه ممارسات مقصودة لتلويث الأطعمة، وكلنا شفنا هالأشياء هذه الآن. يعني عامل يضع، الله يكرمكم، بعض إفرازاته في الأكل، عامل يضع بوله في الزيتون، وإلى ما إلى ذلك. طبعا نتيجة أسباب احنا نعرفها، أما يعني عدائية مذهبية ما لنا شغل. الآن احنا نتكلم عن أنه سبب إضافي استجد، وهو تلويث مقصود عدائي. فهذا من باب أولى إن حنا يخلينا نحتاط. الشيء المهم الثاني اللي أبغى أنبه له برضو من واقع التجربة حينما عملت كمراقب، لا تقول لي مطعم شهير، مطعم اسم تجاري مشهور معروف، مطعم كبير، مطعم فخم. بالعكس، أنا اللي وجدته واللي أجده الآن أن كل ما كبر المطعم وكبر اسمه فهو أخطر في هذه المخالفات. ليش؟ أولا لازم نكون شفافين. حكاية إخافة مراقب البلدية من قبل المطعم الكبير، المطعم ذا صاحبه فلان، المطعم هذا شريك فيه فلان، شخص يعني نافذ، واجهناها، أعلى ما في خيرك اركبها، ده فلان الفلاني، ويكلم الأمين ويكلم. وللأمانة ما كان أبو علي الله يذكره بالخير يتجاوب مع أحد من هالنوع. لكن نتكلم عن الآن، يعني هذا نقطة ضد المطاعم الكبيرة والفخمة والماركات والكلام هذا. السبب الثاني أن المطاعم هذه من برا الله الله ومن جوا يفتح الله، هي أسوأ من المطاعم الصغيرة. المطاعم الصغيرة أول شيء يخاف، قدرته على إغراء المراقبين احنا نعرف مساكين، أول شيء رواتبهم متدنية جدا، تعليم أيضا متدني، في إحباط، حتى البنزين محسوب عليهم بالملي في سيارات المراقبة، لا يشجعون، لا تصرف لهم مكافآت مجزية إذا اكتشفوا، فيه عليهم إحباط. فالمطعم الصغير قدرته على مثلا إغراء المراقب أو تخويف المراقب أقل من المطعم الكبير. المطعم الكبير أيضا يعني زي ما قلنا يخدع الزبون بالمنظر الخارجي، ومن الداخل نفس المخالفات، نفس القصور، لا تقول لي انهم الان صاروا يطلبون منهم
انه يطبخ او الاكل قدامك وفي زجاج. حفظ المواد الاساسيه لصنع الطعام وعمليه تلويثها، وهذه ما حد يدري عنها. وللاسف الاخطر من هذا كله، تطلع لي امانه الطائف الله يهديهم، يقول لك يعني الرجل المواطن ما شاء الله عليه استطاع ان يستخرج اعتراف من الشخص هذا انه هذا اللي في الكيس بول، واستدرج الى انه يعني خلاه يعترف ان البول هذا هو بوله هو. طيب بعد كذا تطلع لي امانه مدينه الرياض، امانه مدينه الطائف، تقول لا صحه لما ذكر من تلويث عامل للزيتون بالبول، وفي نفس الوقت تقول وقد تم احاله العامل للادعاء لهيئه الادعاء والتحقيق، وهو موقوف الان ويتم التحقيق في الامر، وتم احاله الماده الموجوده في الكيس الى التحليل. طيب يعني الان اول شيء الاعتراف سيد الادله، الرجل معترف صوت وصوره ان هذا بول، تجي تقول لي ما حطه في الزيتون، يعني وش كان حاط البول هذا في الكيس بالله عليكم؟ يعني كان بيصور معه؟ نكون يعني منطقيين. يعني هل هو حاطه حفاظا في الكيس حفاظا على نقاء البيئه؟ رجل كان بيحطه في الزيتون، حطه ما حطه، اذا ما حطه ذا المره حاطه قبل عده مرات، هذا مؤكد. النفي ليش؟ هذا اخطر برضو. اذا الجهات المعنيه لديها يعني التعتيم والحذر والتحفظ الشديد، احنا ما نشكك في امانتهم، وان كان هذا الامر الحقيقه يعني يستدعي تحقيق، لكن اذا كان عندهم يعني هالغموض الشديد وهالتحفظ بحيث انه ترى ما صار تلويث، يعني نعامه تحط راسها في الرمل، لا يا اخي واضح الموضوع. عاد شوف عد الله يعين كم فيه من عامل يسوي نفس الشيء في مطاعم اخرى ما اكتشفت، او في محلات، او في سوبر ماركتات، او في متاجر كبيره. لا تقول لي هذه متجر كبير ولا سوبر ماركت عظيم او سوق مشهور. اذا وجد شخص يبغى يغشك بيغشك في اي مكان، لان الرقابه ضعيفه، العقوبه اضعف، الاعتراف من الجهات المعنيه اسوأ. نفي، رجل معترف وينفى، يعني هذا معناه ان احنا غير محميين. لذلك انا انصحكم اترك المطعم تماما. في نقطه برضو لازم اذكر بها، الانسان بطبيعته، ما ابغى اتفلسف ماني باخصائي نفسي، لكن الانسان بطبيعته ما يكره نفسه، ما يكره فرازاته، فبالتالي ايضا اي شيء يحصل في طعامك من العامل حتى لو كان غير مقصود، عطس، لا ما يهمه، هو ما يحس انه الشيء اللي طالع منه ذا شيء مقزز، هو مقزز لنا حنا، لكن اي انسان ما يهمه، فبالتالي ما راح يركز كثير. وبعدين شيء هو مو ماكله، يعني حشره طاحت فيه ممكن يطلعها ويطبخ، خاصه المطابخ الكبيره. سبق انه وانتم عارفين يمكن سمعتوا وجدنا سروال في قدر، وهذا رشر، طباخ بيشيل القدر بسروال قديم عشان حار، طاح السروال نسوه في وطلع معرز. انا ما ودي اقرفكم، لكن الحل الوحيد لا تاكل في مطعم، لا تاكل من مطعم، اطبخ يا اخي في البيت، تضمن صحتك، تضمن طعام زكي مقبول، تضمن عدم تسمم. التسمم زاد، يعني التسمم هالسنة في الشتاء وصل أرقام تعادل نفس الأرقام اللي كانت في الصيف، وهذا شيء مو معقول. يعني تسمم في الصيف مقبول شوي، شاورما محطوطة في حر وتسمم اللحم، أغذية مخزنة بدون تكييف وبدون ثلاجات تسممت في درجة حرارة 50 55. لكن في الشتاء تسمم غذائي، معناها انه في اهمال كبير جدا جدا جدا. فانا والله ما ودي اقرفكم، انا شخصيا انصحكم بما نصحت به نفسي. انا من بعد ما كنت مراقب في هذاك الوقت، وبعد ما شاركت في حلقه في برنامج دوائر في الاخباريه، يوم كانت الاخباريه قناه تناقش مشاكلنا، وشفت التقرير وعايشت مع الناس اللي راحوا، وشفنا الصور اللي يمكن ما نشر بعضها
حتى لا نقزز بالناس، وقفت تماما، لا أكل في مطعم ولا أكل من مطعم، ولا حتى كوب كافي أخذه من مكان بوفيه ولا غيره. فأرجو أن تحتاطون من الموضوع. تذكر دائما الإنسان ما يكره نفسه، فبالتالي أي إفرازات بيحطها لك هو ما تعني له أي شيء، سواء كان قاصد أو خرجت منه بغير قصد. النظافة متدنية جدا، عمال على قد حالهم، عامل نظافة ويشتغل طباخ، وعامل مجاري ويشتغل طباخ، وأغذية تخزن في دورات المياه. وشفنا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني معمل آيس كريم مشهور وتريد نيم واسم تجاري كبير، وكل العدة والعلب والتعبئة جنب المرحاض. الله يكرمكم. أعتقد ما فيه أوضح من كذا. شكرا.